بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله كلكم زينين وبأحسن الأحوال. يا بنات، اليوم شفت الدنيا ضباب والدنيا باردة كلش. قلت خلي أسوي لهم شوربة ماش وكباب عروق. هاي الشوربة كلش طيبة، تعلمتها من أمي الله يرحمها، كلش طيبة. جربوا هاي الطريقة وإن شاء الله ما تتندمون، وخاصة بأيام الشتاء، لأن الواحد يحتاج دفو. لازم يعني نسوي شوربوات أو شغلات دافية حتى نتدفى. هنا سويت شوربة ماش بنص كيلو، نص كيلو ماش ونص كوباية أو نص قلاص تمن. شوفوا ايش قد طلعت حلوة وطيبة، وخاصة ويا النارنج كلش طيبة وتدفي وجربوها ان شاء الله. هنا جبت نص كيلو ماش ونص قلاص تقريبا تمن. نظفت الماش من الحبيبات الفارغة ومن من الحصو. شوفوا طلعت هالقد وسخ من عنده. وهسه راح اروح غسله يا بنات مرتين ثلاثة، لانه ولو الماش هو نظيف، بس غسلته مرتين ثلاثة وخليت نص وغسلت التمن ونظفته وغسلته وخليته على صفحة هيجي نص قلاص زين، وخليه على صفحة. هسه غسلت الماش يا بنات وراح اخليه على النار نص جدرية تقريبا، قصدي نص جدر. خليت مي بين ما يفور، لان كل ما ينقص مي هم يعني لازم انتوا تلاحظون الجدر كل ما ينقص مي لازم انتوا تضيفون مي فاير مو مي بارد. هسه فار او غلى الماشي بنات. شوفوا هسه بعد هالحبيبات صلبة. هسه بدا يفور. بعد ما الحبيبات تلين تلين وتفور بعد زايد، راح القشور مالت الماش يصعد على على الوجه يعني، واحنا نشيله هيجي بالمصفي. شوفوا كل ما الماش يصعد او كل ما القشور تصعد قصدي، فنشيل القشور بالمصفي. باعوا احنا نلاحظ يعني كل ما تسدين القبق هاي القشور تتكون كومة على السطح، من سطح المي، واحنا نشيله. كل ما ينقص مي احنا نضيف مي فاير. هسه جبت مي فاير وضفت. يا بنات لا تخلون مي بارد لان ما يصير ويجزر. هسه بين ما اني الماشي يعني شوي يعني يغلو بعد اشيل منها شو اسمه، اشيل منه القشور، اضيف شو اسمه، اضيف التمن، لان القشور شويه بقى يعني شي خفيف. ضفت التمن وهمين نقص مي، درت مي او ضفت مي فاير. ودائما اني يعني اجي يعني اخوطه حتى لا يلشع الماش او التمن بالشعب. شوف ايش قد قشور طلعت كومه. هنا بين ما الماش بعد والتمن يصيرون يعني يغلون، اني جيت راح اسوي لكم العروق. هنا عندي نص كيلو لحم مال غنم، شوفوا حتى على بياض يعني وعلى حمار. وهنا عندي تقريبا كاسة بصل، أوراق البصل الأخضر، وطماطة كبيرة ثرمتها ناعم، وبصلها كبير ثرمتها ناعم، ونص باقة كرفس زين، والبهارات الموجودة كركم كمون كاري. هسه اكتبها بصندوق الوصف. وسماق وبابريكا وفلفل أسود وملح، أضيفها بصندوق الوصف. وهنا جبت ظرف بيكنج باودر على مود تنفش الكباباية. هنا جبت فصين ثوم او 3 حسب رغبتك، وتضيفي لهم. اذا ما ترغبين الثوم بكيفك على راحتك، بس الثوم يطيب الكباب كلش، يطيب كل اكله طبعا. هنا اجيب تقريبا قلاص، اجيب قلاص طحين متعدد الاستعمالات، بس انا ما راح استعمله كله، حسب الاستعمال يعني، حسب الخضروات واللحم ايش قد يريد يلا يعني اضيف. هسه خلطتهن كلهن اجيب تقريبا 3/4 القلاص، 3/4 قلاص اني ضفت طحين على المكونات. هسه راح اجي اعجن عجينة الكباب، اعجنها عجنة زينة طبعا، عجنة زينة. وبعدين طبعا اخلي عليه نايلونة حتى
شوية يعني تاخذ راحتها أو ترتاح. طبعا أمهاتنا قبل الله يرحمهم ويحفظ أمهاتكم إن شاء الله يا رب ويرحم الأموات. كانوا من يسوون كباب. أتذكر أمي كانت من الصبح تقعد الله يرحمها تثرم اللحم بيدها وتخلي الخضار وتخلي شو اسمه الطحين كل شي تخلي. بعدين شو تسوي؟ تخلي النايلونة على العجينة وتغطيها وتحطها بالشمس. ورا نص ساعة تجي تلم العجينة مرتلخ وتعجنها. طبعا الكباباية طلعت يعني الكباب يطلع يخبل، يعني كل كباباية تطلع منفوشة وتخبل. زين هسه احنا بالبيكنج باودر ننفش الكباباية. خليت العجين على صفحة، خليت النايلونة فوقها وخليتها على صفحة وجيت على الماش. شفت الماش شوفوا يعني دائما اخوض قلت لكم حتى لا يلشع بتشعب. شوفوا حتى الدمرة الجدرية. طبعا انا خليت غطاء شفاف على الوجه على مود اعرف. شوفوا هسه تقريبا صارت ثخينة. الشوربة صارت ثخينة كلش. وهسه شو اسوي؟ بدلت الجدرية بجدرية ذيك الستيل واخلي هسه اريد افرقع دهن على مود احمس البصل. هنا عندي بصلاية كبيرة ثرمتها ناعم ويا اوراق البصل همين تقريبا بقد البصل الابيض الاحمر خبطتهم سوا. شوفوا احمسهن زين، احمس البصل زين حتى اديرها على الشوربة. بعد ما يحمر طبعا اجيب البهارات بعد ما يحمر البصل اجيب البهارات الموجودة كركم وكاري وزنجبيل وملح وفلفل اسود شوية. زين كاري لا تكثرون يعني لان مو كاري كمون قصدي. بعد ما انحمست طلعت ريحة البهارات تخبل طبعا ادرتها على الشوربة ومرتلخ بخاشوقة ادير هاي طريقة امهاتنا الله يرحم امي ويا امواتكم. ارجع يعني تقريبا خاشوقة على الطاوة اخوضها واديرها على الجدر مرتلخ. ضقتها شفت الملح يعني قليل. ضفت تقريبا خاشوقة كوب، نص خاشوقة كوب تمن نص خاشوقة كوب ملح. وهسه صارت وتخبل وروعة. هسه صبيت من عندها. شوفوا شكلها عليكم الله مو تشهي، شكلها يخبل طبعا. شوفوا ذايبة ذوب. جبت نص نارنجة عصرتها على المعونة مالتي. أريد طبعا اشتهيتها كلش لين طيبة وأحب الشوربة بالشتاء كلش لين تنطي دفو. زين هسه أذوقها يا بنات قصدي أكلها بعدها حارة. زين وهسه شوفوا ما شاء الله كملتها كملت المعونة كلها لين كنت بردانة كلش طبعا دفتني. هسه اخلي ذني على صفحة واخلي الجدرية على صفحة. هسه فرقع الدهن للكباب. اريد اقلي كباب. طبعا خلوا دائما اليد مالت الطاوة على الصفحة حتى لا تنقلب عليكم الطاوة لا سمح الله. وهسه شوفوا النايلونة اوخرها شوية ارتاحت العجينة. وهسه اجي اقلي. يا بنات إذا وصلتوا لهذا الحد من الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على كلمة الكل حتى يوصلكم كل جديد من إشعاراتي. وإذا ما مشتركة بقناتي وصدفة مرتي على قناتي اشتركي بالقناة يا بنات وشاركي الفيديو ويا صديقاتك وحبيباتك وأهلك حتى يعمل فائدة، حتى تعمل فائدة على الكل. هسه قليت الكباب. شوفوا يا بنات شلون منفوشة وحلوة لأن خليت بيكنج باودر كلش تنفش الكباباية. باعوا طبعا الشوربة واحدة ما تنكال خاصة يعني بالغدا لازم يعني نواشف وياها. أنا طبعا هاي سويت بس إلي نفسي يعني ما حد يمي. آخر شي يعني قليت الطماطة. طبعا الطماطة لاجعة تخبل هسه راح تلشع بالطاوة. خليت عليه ملح وفلفل أسود شوية ذرة وشوفوا ذرة فلفل يعني شوية هيك ربع خشوة مال شاي أقل. وخليت شو اسمه فلفل حار على الوجه. شوفوا لجعات تخبل طيبة كلش. طبعا سهمكم العافية يا بنات. شوفوا هذا الشكل النهائي للصفرة مالتنا يا بنات. شوفوا الطماطة اللاجعة تخبل والكباب المنفوش. طبعا شوفوا الشوربة الحلوة الطيبة والكباب المنفوش.
ويا الطماطم ويا النارنج ويا الخس ويا الخضروات إذا عندكم، إذا طرشي عندكم. طبعا أنا مكبسة طرشي وبعدين ما مسويت يعني مصاير. وإن شاء الله سهمكم وسهمنا العافية يا بنات. جربوا هاي الطريقة وجربوا هالكباب كلش يعني طيب واقتصادي. إلى اللقاء في فيديو جديد. سهمكم العافية.